بصرف النظر عن بعض الكور اللي ضاعت، سواء من واحد زي جراديشار، الكره اللي كانت سهله كان ممكن يعملها كده غمزه من فوق الجون، بس طبعا بنقول الحمد لله. اما عمر كمال بيرجعنا لذكريات كاس العالم اللي احنا مش عايزين نفتكرها. في اخر الماتش برضك بيلف ويرجع وفي اتنين طالعين جنبه، سهل قوي في كوره زي دي كنا جبنا الجون التاني. وحسين الشحات في الورد مهما دبل بتفضل ريحته فيه، في لمسه لمستين حلوه منه برضك، هو غايب تماما هو وبعض اللعيبه عن المشاركه، فبالتالي كويس اللي هو نزل حرك الدنيا شويه. بس احنا بنقول مش كل ماتش هنفضل بالمنظر السيء ده. قصه معانا مش اللي احنا كسبنا الماتش ده ونقول الحمد لله، اللي احنا بدانا نظهر في جدول الدوري، وزي ما احنا قلنا كنا مدفونين في المركز ال16 وبقينا دلوقتي المركز العاشر برصيد 9 نقط، ومتبقي لنا ماتش. لعبنا 6 ماتشات عن كل اللي لعبوا 7 اللي هم فرق المربع الذهبي. احنا لو كسبنا الماتش الجاي بتاع حرس الحدود هنبقى 12 نقطه ونبدا نظهر في المربع الذهبي ان شاء الله. حتى رابع خامس ايا كان هتبدا ترجع تاني. وانا بقول سبحان الله، انا بالمنظر ده حد يقول لي يا عم انت قافل من الدنيا ليه؟ نحمد ربنا اللي احنا كسبنا. يا عم الحمد لله احنا كسبنا، بس انا بقول لك مش هو ده الاهلي بالتيم الجبار ده اللي كل ماتش هيفضل حرق دمنا كده. احنا لسه الاهلي ما رجعش، ولسه الاهلي بدري عليه، ولازم مدرب مع احترامي لعماد النحاس